ده انت ممكن تكون افشل بني ادم في الكون وانت معاك كنوز الدنيا كلها. اذا كان المال في يدك فهو نعمه وتدوم ويكون خادم ليك، واذا كان المال في قلبك فهو نقمه وتزول وتكون انت خادم ليه. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ وتحبون المال حبا جما. مصيبه الاغواء ده ايه؟ ان بيدخل تحتيه كميه فساد وتضليل لن تتخيلوه. ليه؟ من كتر حب المال. بتلاقيه دايما الشيطان ملبس فكره قيمتك، القيمه بتاعتك هتجيلك بحجم المال اللي معاك. انت اخرك متر في متر، مش الفلوس دي مش هتاخديها معاكي، ده ولا حاجه. الليفل الاخضر من حب المال هو ايه بقى؟ هو التضليل بحجة الدين لكسب المال. أشخاص كتير يبتدوا دلوقتي يطلعوا على السوشيال ميديا يفجروا قنبلة في الدين، ممكن تبقى غلط وهو عارف ان هي غلط، بس مش مشكلة، لأن بيقولك من خلف عرف. يعني أنا ممكن أقابل ناس كتير جدا من الناس دي، يعني أشخاص منهم مثلا بيجولي عندهم أرق ما بيعرفوش يناموا نهائي. يا حبيبتي طب ما انتي ضليتي ناس كتير وعملتي حاجات كتير غلط عشان كده بيحصل لك كده. كل ده ليه؟ شهوة المال مجنناهم. الأخطر بقى الرشوة اللي بقت موجودة في كل حتة. والله العظيم ما في بني آدم بياخد رشوة من حد إلا أقسم بالله بيدخل عليه بالفساد. وتحسبوها هينا، لو حاجة صغننة قد كده والله العظيم هتأثر عليك نفسيا وهتأثر عليك جسديا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم. اجعل المال يخدمك مش انت اللي خادم ليه. اكسبوا الشغلانة اللي فيها مجهود فكري اكتر من مجهود بدني. ده انا قايلاه في كورس تقوى الجبال لما كنا بنخرج الرساله بتاعت كل الموجودين. كل واحد فينا ليه بصمه، دور عليها، بس بلاش تكون بدنيه، دور عليها لما تكون فكريه.